قبل ما نبدأ الفيلم حابب اقولك يا ريت تشترك في القناة يا صديقي وتفعل زر الجرس وتحط لايك، لان كل ده بيفرق معانا جدا والله. بيبدأ الفيلم بشخص اسمه هنري وهو قاعد في كابينة لتحصيل رسوم دخول المدينة زي كارتة كده يا صديقي، وبسيط جدا لو في عربية عدت من الكابينة بتاعته، وكان كلامه مع الناس قليل جدا. وهنري ده شخص هادي ومسالم وفي حاله. بعد ما بيخلص شغل بيروح بالعربية وبيفضل ماشي جوه المدينة لحد ما بيوصل البيت، واول ما بيدخل البيت بتجهز له مراته اللي اسمها دي بالفطار، ولما بيطلب منها يفطروا سوا بتقوله دي بانها سبقته وفطرت هي قبل ما يرجع البيت، وبتحاول تقنعه انهم يخلفوا حته واد يملى عليهم الدنيا زي بقيه الناس، لانها بتحس بالوحده طول الليل وهو في الشغل. لكن هنري رفض الفكره لانهم كانوا لسه متجوزين من فتره بسيطه، وكان عاوز ياخد وقته في التفكير قبل ما يكون عندهم اولاد. وبعدها بيتفاجئ باتنين من جيرانه وهما بيخبطوا على الباب بتاعه. بيفتح يشوف مين، لقى واحد اسمه ايدي وكان بيطلب منه مساعدة علشان صديقه جو عنده مشكلة في المعدة، لانهم عارفين ان مراته شغالة ممرضة. وبتحاول دي بتساعد جو وبتكلم ايدي مع هنري، وبيعرفوا ان عندهم مباراة كرة قدم، وبسبب اصابة جو مش هيقدروا يلعبوا المباراة. وبيطلب ايدي مساعدة هنري وبينضم للمباراة بتاعتهم، وخصوصا ان جو هو الوحيد اللي بيعرف يسوق العربيات ومحتاجين حد يوصلهم للملعب. وبيوافق هنري وبيسوق العربية بتاعتهم، ولكن لما بيوصلوا قدام بنك في الطريق بيقول ايدي لهنري وبيفهموا انهم هينزلوا يسحبوا فلوس بسرعة ويرجعوا تاني على طول. وطلب منه كمان يسيب المحرك بتاع العربية شغال ويفضل في العربية عشان لما يخرجوا يتحرك بسرعة، فبيوافق هنري على كلامه. بعد كده اتحرك ايدي والاتنين اللي كانوا معاه ولبسوا الاقنعة بتاعتهم. زمانك دلوقتي يا صديقي عرفت النية فيها ايه. فعلا دخلوا البنك علشان يسرقوه، وكان هنري بطيبته مش فاهم ايه اللي بيحصل، لكنه خمن انهم هيسرقوا البنك لما شاف سلك العربية مقطوع وفهم ان العربية مسروقة. وبيسمع بعدها على طول صوت جرس الانذار بتاع البنك، وبيشوف حارس البنك اللي بره الحرامية وهم خارجين من الباب، وبيشوف هنري وهو واقف قدام البنك بالعربية وهو لابس نفس اللبس بتاعهم، وبيشك ان واحد منهم وكان واقف مستنيهم. وبيروح بسرعة وبيهدد هنري بالمسدس وبيطلب منه انه يستسلم. واتصدم هنري من الموقف ورفع ايده وهو مستسلم، واتقبض عليه بتهمة سرقة البنك. وبنشوفه بعدها وهو قاعد قدام المحققين في مركز الشرطة، وبيحاولوا يعرفوا منه اسماء اللصوص اللي بيسرقوا معاه، لكن هنري عارف انه لو قال اسمائهم كده كده هيتحبس، فرفض يقول لهم اي حاجة. بعد كده بيروح هنري المحكمة وبيكون اتحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين، لانه كان مجرد سواق وما كانش معاه سلاح وما عملش اي حاجة فيها خطر على المواطنين، وعلشان كده دخل سجن مش خطير قوي. ولما دخل الزنزانة قابل واحد اسمه ماكس وتعرف عليه ماكس، وبدأ يحكي له كل تفصيلة عن السجن والمساجين اللي حواليه، وبيعرفوا ان في ناس ما تنفعش تتكلم معاهم علشان ما يبقاش في خطر عليك. وخد وده معاه في الكلام وبدأ يكلمه عن حياته وسأله عن حلمه وطموحه في الحياة. وبيتفاجئ ماكس لما هنري قال له انا ما عنديش لا احلام ولا طموح، وكان كل همه في الحياة انه يعيش هو ومراته حياة سعيدة زي كل الناس. واستغرب ماكس جدا من طريقة تفكيره وقال له الناس كلها عندها احلام ولازم يكون عندك حلم زيهم، وان الحياة كفاح واحلام ولازم يكون في حلم تسعى تحققه حتى لو هتموت علشانه. وبعد مرور 6 شهور بتروح مراته دي بتزوره في السجن، وبيكون هنري مبسوط جدا من الزيارة دي، لكنه بيتضايق لما بتقوله انها كانت بتحب حد تاني طول الفترة اللي فاتت وقرروا يتجوزوا، علشان كده قررت تنفصل عنه. بيوافق هنري على الرغم من حزنه وبيقول لها اتمنى تكوني مبسوطة وسعيدة في حياتك. وبعد مرور سنة كمان بيكون هنري وماكس قاعدين في السجن وسط بقية المسجونين، وبيتكلموا مع بعض عن هيئة لجنة القضاء اللي بتتعمل كل فترة للمساجين، وبيقعدوا يتكلموا مع المساجين بيشوفوهم هل يخرجوهم قبل انتهاء فترة العقوبة ولا هيقضوها كاملة. وبيحكي لهم ماكس عن اخر مرة اتكلم فيها مع اللجنة، وانه خدعهم وقال لهم لو خرج هيقتل كل الناس اللي هيشوفها. مجنون ماكس ده، وده لانه قضى يعتبر كل حياته في السجن يا صديقي، وخايف يخرج للمجهول ويتعامل مع الناس. وهنا هنري بيقطعه بيقول له انه هيقابل اللجنة بعد يومين، وهيحاول بكل الطرق انه يخرج من البنك قبل انتهاء المدة بتاعته. وبيرجع بعدها الأوضة بتاعته وبيتكلم هو وماكس بينصحه بانه يتكلم معاهم بطريقة كويسة، ويقول لهم انه عاوز يكفر عن ذنبه ويخرج عشان يعيش حياة كويسة بره السجن، ويقول كده لهم حتى لو ما كانش عامل حاجة. وبيسمع هنري كلامه وبيقابل هيئة القضاء تاني يوم، وفعلا بيخرج من السجن بعد مدة 1.5 سنة بس بدل 3 سنين. وأول حاجة بيعملها بعد ما بيخرج إنه بيروح علشان يقابل ديبي، ولكن للأسف يا صديقي بتكون ديبي اتجوزت، ومش بس كده لأ وحامل كمان. طلعت متجوزة من جو اللي كانت أسعفته، فاكر في بداية الفيلم يعني، اللي كان المفروض هيسرق معاهم البنك. بعد كده بياخد حاجته من هناك وبيخرج من البيت، وبيتكلم معاه ساعتها جو وبيشكره انه مقالش على اسمه في التحقيق رغم انهم كانوا بيخدعوه. لكن هنري بيقول له ده اكبر درس انا اتعلمته في حياتي واتعلمت منه حاجات كتير جدا، وبيسيبهم وبيمشي بكل هدوء. صعبان عليا هنري ده يا صديقي. بعد كده بيروح بيته الجديد وبيفكر في كل حاجة حصلت معاه، وبينزل من البيت وبيروح للبنك اللي اتهم بسرقته ظلم، وبيقرر يسرق البنك ده علشان ياخد حقه قصاد الفترة اللي قضاها في السجن. وبيعدي الشارع علشان يشوف البنك من جوه، لكن بتخبطه عربية وبتوقعه
على الارض، وبتنزل من العربيه بنت جميله وبتكلمه وهي متضايقه وبتحاول تطمن عليه، وبيجي حارس البنك اللي كان قبض عليه قبل كده وبيحاول يسنده وبيتعرف على هنري، وبيقول للبنت دي ان هي اللي كانت بتتكلم في التليفون ومش مركزه، وبياخدوا حارس البنك وبيدخلوا المطعم اللي قصاد البنك علشان يرتاح، وبتدخل البنت بعدها وبيسيبهم الحارس وبتحاول تطمن على هنري وبتقول له لو محتاج تروح المستشفى، لكن هنري بيقول لها انا بخير ومش محتاج اروح للمستشفى، وبيعرف انها مشهوره وبيقول لها انا شفتك قبل كده في الاعلانات اللي بتتعمل في التلفزيون، فقالت ايوه انا اللي بظهر في الاعلانات، ولما حست انه بقى كويس اعتذرت له وسابته ومشيت، وبعدها بيقوم هنري علشان يدخل الحمام بتاع المطعم وبيشوف لوحه مكتوب فيها ان الشرطه قدرت تكتشف نفق سري تحت البنك كانوا بيهربوا منه الخمر من سنين طويله. ايوه يا صديقي زي ما سمعت، لان الخمره كانت محرمه في بدايه القرن العشرين في امريكا، يعني بدايه سنه 1900 وانت طالع بقى. المهم وشاف التخطيط بتاع النفق اللي موجود في الجريده بتاعه الخبر، وعرف منها ان النفق موجود تحت الارض بين المسرح والبنك، وقرر انه يروح للمسرح علشان يتاكد من النفق انه لسه موجود ولا الشرطه قفلته بعد ما اكتشفت وجوده، وبيخرج من هناك وبيروح يشوف الممر اللي بين البنك والمسرح، وقرر يستعين بصديق علشان المهمه صعبه ومش هيقدر ينفذ كل ده لوحده. وصديقه هيطلع مين يا صديقي؟ ايوه زي ما خمنت كده، ماكس. بيروح له السجن وبيزوره وبيتكلم معاه عن السرقه وبيشرح له كل حاجه عن البنك والممر والنفق، وبيفهمه انه اخيرا قدر يكتشف حلمه، وماكس كان مصدوم من كلامه وفاكر انه بيهزر معاه ومش بيتكلم بجد، لكن لما هنري طلب منه انه يخرج من السجن ويتكلم مع هيئه القضاء بطريقه كويسه في اللجنه اللي هتتشكل كمان اسبوع علشان يسمحوا له بالخروج، عرف وقتها انه بيتكلم بجد مش بيهزر، ولكن ماكس قال له ان السجن ده بقى زي بيتي ومش هقدر اخرج منه، وبعد كلام كتير قدر هنري انه يقنع ماكس بيخرج من السجن، ولو فشلوا في السرقه ساعتها هيدخل السجن تاني. مقنع هنري ده ومش هيبقى خسر اي حاجه. وافق ماكس على كلامه واتفقوا على كده، وتاني يوم بيروح المسرح وبيتصدم لما بيلاقي البنت اللي خبطته بالعربيه بتشتغل فيه، ولما بتشوف البنت دي بتروح وبتتكلم معاه، وبيخرجوا من المسرح وبيدخلوا المطعم اللي قدامهم وبتعرفوا باسمها اللي هو جولي، وبيعرفها باسمه هنري، وبتقول له انها مشغوله جدا بالمسرحيه بتاعتها لانها قايمه بدور البطوله فيها، وبتشكره علشان رفض يرفع قضيه ضدها لما صدمته بالعربيه. وبعد اسبوع بيقعد ماكس قدام هيئه القضاء وبيقدر يقنعهم انه اتغير وبقى شخص جديد وما عادش خطر على المجتمع، وفعلا بيخرج ماكس من السجن في نفس اليوم، وبيكون هنري في انتظاره بره السجن، لكن ماكس بيتضايق جدا من هنري لما بيلاقيه مش جايب معاه عربيه، وبيحاول يتكلم مع الحراس علشان يرجع السجن تاني، ولكن بعدها يا صديقي بياخدوا هنري وبيروح للحمام بتاع المطعم اللي فيه الخريطه، وبيشوف ماكس اللوحه اللي موجود فيها الخبر بتاع النفق، وبيتصدم لما عرف ان هنري قرر يسرق البنك فعلا عن طريق نفق كان موجود من 80 سنه، وبينصحوا انهم يسرقوا البنك بالطريقه المعروفه، يعملوا عمليه سطو على البنك ويدخلوا بالاسلحه ويسيطروا عليه وياخدوا الفلوس ويهربوا بسرعه، لكن هنري بيقول له انه مش عاوز حد يتاذي بسببه، وعلشان كده الحل الوحيد انهم يسرقوا البنك عن طريق النفق، وبيضطر ماكس يسمع كلامه، وبعدها بيروح ماكس وهنري البنك نفسه على اساس انهم عملاء وعاوزين يفتحوا حساب في البنك، وبيتكلم ماكس مع موظف هناك ساعتها وبيخدعه وبيقول له ان عمه كان بيحط فلوس في البنك من زمان من وهو صغير، وانه فاكر انهم كانوا بيحطوا الفلوس في قبو في البنك بيوصلوا عن طريقه للنفق اللي اكتشفوه من سنين طويله، واعترف للموظف الغلبان ان القبو فعلا لسه موجود وبيحطوا الفلوس فيه، وبعدها ماكس اطمن وساب الموظف وقال له انهم هيكونوا عنده في اقرب وقت علشان يفتحوا الحساب، وبيروح بعدها هنري وماكس للممر اللي بين المسرح والبنك، وبيشرح له المكان اللي متوقع انه يكون فيه النفق، وبيفهموا انهم هيحتاجوا يدخلوا المسرح علشان يقدروا يدخلوا للنفق عن طريقه، وبنشوف بعدها جولي وهي بتخرج متعصبه بسبب معامله المخرج السيئه ليها، وبتستغرب من وجود هنري عند باب المسرح، وبيرحب بيها وبيعرفها على صديقه ماكس، وبيعرف ماكس عليها، وبيتكلم ماكس معاها وبيفهمها انه كان بيمثل في المسرح ده من 30 سنه وهيكون مبسوط لو سمحت له بالدخول مره تانية، وفعلا بتسمح له جولي انه يدخل المسرح تاني وبيدخل معاه هنري، وبيتكلم معاها ماكس وبيقول لها انه كان بيمثل في مسرحيات كتير وحاسس انه رجع بيته من تاني، وبيجي بعد كده مساعد المخرج وبيطلب ماكس منه انه ياخد جوله معاه في المسرح علشان يشوف لو في حاجه اتغيرت عن زمان وكمان يستعيد ذكرياته، وبذكاء ماكس قدر انه يدرس المكان كويس ويعرف كل حاجه عن مكان النفق من مساعد المخرج يعني، وفي نفس الوقت كان هنري بيتكلم مع جولي وكان باين انهم معجبين ببعض جدا، ولما بيعرف ماكس بيتصدم هنري لما عرف انه طلب من مساعد المخرج انه يتطوع للشغل معاهم في المسرح بدون مقابل، وبيتكلم ساعتها مع جولي وبيطلب منها يتقابلوا في مطعم كويس بعيد عن المسرح، وبتوافق جولي وبيتقابلوا بعدها وبيتكلموا مع بعض عن حياتهم، وحاولت جولي تعرف عنه كل حاجه هو مين وبيشتغل ايه، وبتستغرب جدا لما بتعرف
انه كان في السجن ولسه خارج قريب، وبتروح معاه بعدها عند الشلالات، وبتصدم اكتر لما بتعرف انه كان مسجون بسبب سرقة بنك. وهنا هنري بيقول لها ان الموضوع كله حصل فجأة ودخل السجن ظلم، ولكن قرر كده كده يسرق البنك لانه اتسجن بسببه. فبتضحك جولي على كلامه واطمنت له بسبب صراحته، وخدته معاها للبيت بتاعها وطلبت منه يقرا جزء من النص بتاع المسرحية ويحفظه كويس علشان يمثله قدامها. وسمع هنري كلامها واتأثرت جدا من تمثيله، خصوصا ان النص كان رومانسي. وفي نهاية اليوم رجعت معاه البيت، واتصدم ماكس لما شافها، واتصدم اكتر لما عرف من هنري انه حكى لها عن كل حاجة وعن السرقة بتاعة البنك. وساعتها اتكلمت جولي مع ماكس وسألته هو دخل السجن ليه، فقال لها ماكس انه كان راجل ثقة، يعني محتال بيكسب ثقة الناس فيه علشان يقدر يحتال عليهم وياخد فلوسهم. وتاني يوم بيتكلم ماكس مع هنري في المسرح، وبيقول له ان النفق موجود في الأوضة بتاعة البطل بتاع المسرحية وهو لازم ياخد مكانه. ورغم ان هنري رفض، لكن ماكس قدر يقنعه ان ده هو الحل الوحيد علشان يقدر يكسروا الجدار ويوصلوا للبنك عن طريق النفق من غير ما حد يحس بيهم يعني. وبذكاء ماكس قدر انه يعمل مشكلة بين البطل والمخرج، وبيستقيل البطل عن دوره في المسرحية. وهنا جولي بترشح هنري انه ياخد دور البطل مكانه ويبقى البطل قدامها. ولما المخرج بيشوف اداء هنري بيوافق انه يقوم بالدور على طول. وبعدها بيدخل الاوضه مع ماكس وبداوا يكسروا الحيطه، ولكن بيكتشفوا ان في صخره كبيره في النفق ولازم يستعينوا بحد في تكسيرها. وهنا قرروا يستعينوا بجو اللي يتجوز مراته ديبي، وبيوافق جو على الخطه وبيروح معاهم على المسرح، وبيبداوا يكسروا الصخره. وفي نفس الوقت بيقوم هنري بدور البطل في المسرحيه، وكان طول الوقت بيعمل البروفه في المسرح وبعدها بيكسر في الصخره معاهم. وفي يوم كانوا الثلاثه خارجين من المسرح، وبيقف قدامهم حارس البنك وبيعرفهم انه بيراقبهم من فتره، وعارف كمان انهم عاوزين يسرقوا البنك. فبيركب معاهم العربيه وبيطلب منهم يشترك معاهم في السرقه دي، ويكون الراجل اللي بيساعدهم من جوه البنك. ولما ماكس سأله عن السبب قال لهم انه بقاله اكتر من 30 سنة بيشتغل في البنك، ولما مراته تعبت وبقى عندها مرض خطير محدش ساعده، ومصاريف التأمين ما قدرتش تغطي التكلفة بتاعة العلاج، وبسبب كده مراته ماتت. ومن ساعتها هو عاوز ينتهي من النظام الفاسد اللي بيسمح للأغنياء بالعيشة الكويسة وللفقراء بالموت. واتأثروا كلهم بكلامه ووافق انه يشتغل معاهم. وقال لهم الحارس ان الفلوس بتوصل كل فترة وبتكون موجودة في الخزنة اللي فوق النفق لفترة بسيطة، وافضل وقت للسرقة هيكون بعد يومين اول ما توصل الفلوس، وخصوصا انه هيتقاعد من شغله من البنك بعد اسبوع. وبيوافقوا كلهم على الخطه واتفقوا على كده. وخلال فتره حفر النفق في المسرح بيوصل هنري وجولي لدرجه كبيره من الحب بينهم، وبعد كده بيكون هنري وماكس قاعدين مع بعض في البيت، وبيكون هنري بيراجع دوره في المسرحيه، وبيتكلم مع ماكس عن البنك وسرقته والفلوس الكتير اللي هتبقى معاهم. وبيتفاجئوا ساعتها، عارف بمين يا صديقي؟ انزل بقى اشترك في القناه واعمل لايك. بيتفاجئوا بجو هو داخل عليهم البيت ومعاه ايدي اللي خدع هنري وكان السبب في دخوله السجن، وبيلاحظوا ان جو سكران. وبيتكلم ماكس مع ايدي وبيفهمه انه كلام جو معاه عن سرقه البنك مش حقيقي، لكن ايدي بيتجاهله وبيقول له هشترك معاكم في السرقه برضاكم او غصب عني. لكن هنري بيتدخل وبيسيطر على الموقف، وبيضطروا يوافقوا ان ايدي يشترك معاهم. وقبل السرقه بيوم بيتكلم هنري مع ماكس وبيقول له انه مش هيقدر يبعد عن جولي لانه بيحبها، فبيتضايق منه ماكس جدا وبيقول له انا خرجت من السجن علشان اساعدك ومش هتنازل عن سرقة البنك مهما حصل، وبنصحك اني اكمل معاكم في السرقة. وبعدها يرجع من تاني ويتواصل معاه، ولو هي كمان بتحبه فاكيد هتوافق انها تسافر معاه لاي مكان بعيد عن المدينة اللي هم فيها. وبعدها هنري بيتكلم معاها وبيقول لها انهم هيفترقوا عن بعض لانه هيسافر على طول بعد عملية السرقة. فبتتضايق جولي منه لانها بتحبه وهيكون صعب عليها انهم يفترقوا بالسهولة دي. وساعتها طلب منها انها تسافر معاه لاي بلد تانية ويكملوا حياتهم فيها، لكن جولي رفضت وقالت انه بيحب الفلوس اكتر منها، وطلبت منه يسيبها لوحدها وما يتكلمش معاها تاني. وبيجي اليوم بتاع السرقه، وصادف ان اليوم اللي هيكون فيه العرض بتاع المسرحيه قدام كل الناس، وبيبلغهم الحارس ان الفلوس وصلت الخزنه وبيقدروا يفتحوا الخزنه من تحت الارض. وبيطلع ماكس وايدي وبيحطوا الفلوس كلها في شنط وبينزلوا بها للاوضه بتاعه المسرح في نفس الوقت اللي كان هنري بيأدي فيه الدور على المسرح. وقبل ما يخرجوا من الاوضه بالفلوس بيكتشفوا انه ايدي كان معاه مسدس وبيصوبوا على ماكس، وبيأمر جون ياخد الفلوس كلها على العربيه علشان يهربوا بها لوحدهم. وحاول ماكس يمنعه لكن ايدي بيضربه على راسه وبيوقعه على الارض. وبيدخل ساعتها هنري وبيتصدم من كل اللي بيحصل، وبيتفاجئ بايدي وهو مصوب عليه المسدس، وبيطلب منه يدخل النفق قبل ما يقتله. وبيقرر جو يتصرف وبيحاول يمسك دراع ايدي، ولكن ايدي بيضغط على الزناد وبيتصاب هنري. وبيقوم ماكس وبيضرب ايدي وبيوقعه على الارض، وبياخد منه المسدس وبيقدر يسيطر عليه. فبيضطر هنري يسيبهم ويرجع للمسرح تاني علشان يكمل المسرحيه قبل ما حد يدخل الاوضه بتاعته. وبيكمل اخر مشهد ليه في المسرحيه، وبعد كده بيخرج من المسرح وبيركب العربيه مع ماكس وجو، وبيسيبوا ايدي مربوط في النفق لوحده.
وبعد كده هنري بيراجع نفسه وبيكتشف انه مش هيقدر يتخلى عن جولي، وبيطلب منهم انهم يوقفوا العربيه وبينزل منها، وبيقول لماكس ياخد الفلوس ويستناه في مدينه موسكو في روسيا، وبيوافق ماكس وبيعرفه انه هيستناه، وطلب منه ما يرجعش للمدينه من غير جولي. بعدها بيمشي هنري وبيجري طول الطريق للمسرح، وبيوصل هناك وبيدخل من وسط الجمهور وبيقف قدام جولي وبيتكلم معاها قدام كل الناس، وبيقول لها انه رجع علشانها على انه بيحبها ومش هيقدر يعيش من غيرها. واعترضت جولي في البدايه وكانت رافضه تمشي معاه، لكن هنري ترجاها قدام الجمهور وقال لها انا بحبك وعارف كمان انك بتحبيني. وبيتاثر الجمهور من المشهد وبتتاثر جولي هي كمان يا صديقي، وفي الاخر بتوافق تسافر معاه. وبكده يكون الفيلم انتهى. يا رب يكون عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وما تنساش تحطوا لايك وكومنت رايق. يلا سلام.